السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلكة كالمعتاد. الحمد لله كما كاين أعشاش بزاف فيهم البيض. هاهم إخوتي نبداو. عندنا العش هذا عندنا العش هذا ها 4 بيضات الحمد لله يا رب. هاو اخوتي عش دورته ثاني. شوفوا العش الاصطناعي ها هو، والعش الجديد ها دورته بين الاشجار. ها ثاني الحمد لله فيه بيض. ها 4 بيضات ثاني. الاخوه حبيت نقول لكم حاجه. كي عادوا الحساسين تاعي معتاد على بعضهم ومتأقلمين في السلاكة. شوفوا بين العش والعش ها ما كانش مسافة متر. مش الحساسين متعودة على بعضها. سما في سلاكات أخرى ما يكونوش متعودين على بعضهم، لازم لهم أموا مترتين بين العش والعش، تكون شجرات وتكون كي عادوا متعودين على بعضهم. الحمد لله العام اللي فات والله غير كانت وين عش. تشوفوا كيما هذا وتلقى عش لهنا ب 50 سنتيم بعيد عليه. ها ثاني العش هذا 4 بيضات الحمد لله يا رب. عندنا العش هذا اللي كان اللي نعطيكم. ها دايرته ثاني طبيعي في الاغصان. هذا مازال ما ولدتش فيه. دورته هذه هي الاولى. سمع على جال هذه اللي الاخوان نقول لهم ما يتقلقوش. كاين اللي يقول لك هاي دورة العش وما ولداتش، كاين اللي يقول لك راهي تدور عش وتفسدو وتعاود تبدل البلاصه. مسألة اخوتي تصبروا برك، قضيه وقت، الواحد ما يتقلقش. الاخوه ثاني هاي الحلبه في الماء في حوض الاستحمام وفي المشربيه. الحلبه هذه نستعملها في وقت الانتاج، يعني تقدر تقول باللي مرتين 3 في الاسبوع. الحسون كي يستحم بها ولا تشرب الانثى كي تدخل العش تاعها راح تعرق برائحه كريهه، الفاش تهرب منها. ها ثاني عش اخوتي مازال ما ولدتش فيه. قلت لكم يحارب الفاش. عندي 2 مواسم ولا 3 وانا نخدم بالحلبه هذه اخوتي. ما نعانيش طول من مشكل الفاش في السلاكه ولا في الفراخ ولا في اي حاجه. ها الحساسين الحمد لله. الحساسين ثاني الاخوه راهي تتعاند كي يبداو الاناث الجهازات الاولين يبداو يدوروا الاعشاش يلحقوهم الاخرين. تسمى راح تسرع من جهوزيه الاناث الاخرين. كي يشوفوهم يدوروا في الاعشاش لا يلعبوا بمواد تاع شيش راح يوليو كيفهم. الذكور تزرب تجهز. تسمى رانا في وقت الانتاج الاخوه ما تقلقوش، شويه صبر. قضيه وقت. مام دوك درجه الحراره بدات ترتفع. اسبوع اسبوعين الاخوه اللي ظهروا يبعثوا لي في التعاليق يقول لك باللي واحد هاو مازال ما كان والو، واحد دورة العش مازال ما ولدتش، واحد مثلا راني عندي لهنا تقريبا 20 كوبل. هام قد شفنا 5 اعشاش ولا 6 اعشاش. ثم مازال ثاني الاغلبيه ثاني ماهيش والده وماهيش جاهزه ثاني. وزيدوا ثاني الاخوه من المستحسن ما تكثروش الجلوس في السلاكه، خاصه دوك في وقت التعشيش ومن تدخل تمد لهم الاكل. تتفقد الحساسين تاعك. ملاحظة ثانية تفكرت الإخوة، كاين أخ من المغرب شقيق وقع له مشكل مع الوزغ. كدارو البارح 2 فراخ. هاي الفيديو تاعو دارها البارح. جماعة يقولوا له دير لاكول، دير اللصقة تاع الفار، دير. أنا شوفوا الإخوة الأعشاش تاعي نديرهم في الشباك. هاي مانيش مدير طول في الحائط. هاو الحائط ندير فيه الماكليات فقط، لأن الوزغ عنده ديفونتوز في رجليه. يكون في الحائط يمشي، ما يقدرش يمشي في شباك ولا على الاشجار. يسمى الاعشاش تاعي كلها نديرها انا في الشباك والاغصان. دوكا اللي عنده سلاكه داخل غرفه في بيت ولا حاجه ما عندوش شباك ولا يسمى لازم يدير في الحائط. يدير اخواتي شوفوا كيما ندير هذه تاع الماكله. هاني مانيش ملصقها مباشره في الحائط. يسمى دير تحفر بشوفي، دير طرف حديد، تجيب كاري فير بلا اي حاجه في 10 سنتيم ولا يجي بعيد، ومن بعد تركب شباك كيما هذا ولا شباك تاع سيباراسيون تاع الكاجا كيما هذا اللي مركب فيها العش. تركبه يجي بعيد
يجي بعيد لهنا. هذا تاع البصمه اخوتي، راه في البلديه بصمت ما تقولوش اني يد حمراء. دير الشباك يجي بعيد لهنا وتركب فيها العش لهنا، الوزغ ما يقدرش يمشي فيه. ها مثال كما تعملوا التعشيش، هاني مركبها في هذه، هاي جايه بعيده عن الحائط، شوفوا الحائط، وهاي لهنا يسمى هكذا، ما يقدرش يكون الوزغ يلحق الاعشاش ولا حاجه. ونقولوا لاخوتي الصبر ان شاء الله، وان شاء الله موسم موفق للجميع. وهذا وين رانا في بدايه الموسم اخوتي، ما تقلقوش، مازال ان شاء الله الوقت، وباذن الله الاخوه كامل اللي عندهم السلاكات ان شاء الله ويوكلوا تغذيه طبيعيه ومخلينهم والتشميس والدوش، بربي ان شاء الله راحين يولدوا لهم. نتمنى التوفيق للجميع وربي يجيب الخير ان شاء الله. صحه فطوركم اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله.